سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السؤال: من الشائع بين الناس عند الفراغ من صلاة العشاء القيام إلى صلاة الشفع ثم تليها ركعة الوتر، فإذا نوى المصلي أن يقوم الليل فهل يصلي ركعتي الشفع مع العشاء أم يجعلها مع قيامه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فيوجد فرق بين سنة الراتبة البعدية المؤكدة وبين صلاة الليل. أما الأولى فقد ثبتت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أما صلاة الليل فهي ما كانت مع صلاة الوتر الذي يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء حتى الفجر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. فأعلى عدد الوتر 11 ركعة وأقله ركعة واحدة. والصلاة إن أداها مثنى أي ركعتين مع الوتر سميت شفعا لغة، والشفع بمعنى الزوج، وهو اسم جنس يقع على كل عدد زوجي، ولم يأتي من الشرع تسميتها بذلك لا فرضا ولا نفلا. وقد ثبت ذلك في رواية البخاري قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر ما قد صليت. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران، رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره وهما له صهران، بنتاهما أسنى سناء نبينا وهما له بالوحي صاحبتان، أبواهما أسنى صحابة أحمد، يا حبذا الأبوان والبنتان، وهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضطجعان،
كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان.